استخدمتوا بالون بعد مباراة رسمية في المغرب؟ هل تم استرجاعها من غرفة تغيير الملابس تاع المنتخب الوطني؟ هل الحادثة فعلا مثبتة في كاميرات المراقبة وبالفيديوهات؟ للأسف هذا الكلام اللي نقول فيه صحيح وبالفيديو. اولا الكره وكل الادوات وكل الاشياء الموجوده في الملعب هي ملك الاتحاد تاع كره القدم تاع الدوله اللي راك فيها، ماهوش الملكيه تاعك، ماهوش ملكيه عامه، هو ملكيه خاصه. يعني اي حاجه تديها لازم تستأذن، لازم موافقه، الا اذا انت راك تحاول دير حاجه في اطار العرف تاع كره القدم. في عالم كره القدم كاين عرف، هذا العرف هو عاده ليس قانون مكتوب، انه لاعب من الفريق خلال المباراه اذا سجل 3 اهداف او اكثر هاتريك يدي الكره اللي يلعبوا بها كذكرى، والزملاء تاعو في الفريق يوقعوا له ويحتفظ بها بما انه يعني دار انجاز استثنائي، كما مثلا ميسي ولا رونالدو داروها قبل. ولكن هذا عرف استثنائي لم يحدث في المباراه التي تم فيها سرقه الكره بهذه الطريقه المشبوهه. دوك انت راك باغي تديها على سبيل المثال، ونروحوا معاك ونحسنوا النيه الى ابعد حد ونقولوا بغيت تديها للذكرى، علاش تخبيها تحت صوالحك؟ علاش ترفدها بطريقه مشبوهه؟ هذه يعني روح استأذن، قول لهم راني باغي ندي هاد البالون كذكرى باش نتفكر هذه المباراة، باش نتفكر اللحظة مليحة، باش نتفكر الأهداف مثلا. بصح اللي كنت تكاموفليها على طريقة اللصوص وبطريقة مشبوهة، لا راك تزيد التهمة على روحك، راك تبين بلي انت ديتها بلا إذن وبلا وجه حق. نعاودو نقولو هناك أعراف استثنائية في عالم كرة القدم، والقانون يقول لك هذه ليست الملكية تاعك، لازم تستأذن. دروك الفيديو راه يسيركيلي، وحنا الجزائريين ديجا السمعه تاعنا راهي موخده، وراهم يقولوا لينا بلي نخونوا، وراهم يقولوا لينا بلي ما خلينا حتى بلاد ما خونا فيها، التليفونات، الماكله، الدراهم، الذهب، لي فواتور، متحف اللوفر، كل شيء. تزيد انت في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم وفي المغرب ديال هذه اللقطه. انا يا خويا انا خاصني اللي بقول لنا نشرولك